لو بتمسحي الباركيه او السيراميك بتاعك بالشرشوبة، تعال اقولك على فكرة خطيرة معظم الستات ما تعرفهاش. يا ريت تصلي على النبي في الكومنتات، وما تنسيش تضغطي لايك للفيديو لو الفكرة عجبتك. ولو اول مرة تشوفيني ما تنسيش الاشتراك بتاعك للقناة علشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. اول حاجة كده هتجيبي الشرشوبة، طبعا انتوا شايفين هي متوسخة ازاي، من كذا استعمال يا جماعة. وبعد كده بتحطي عليها معلقة من البيكربوناتو. دي طبعا موجودة معانا في المطبخ، بتبقى موجودة معاكي مكونات في البيت. وخل زي ما انتوا شايفين كده، معلقتين او 3 من الخل. بتحطي اول حاجة معلقة من البيكربونات، وبعد كده شوية من الخل. ولو انت ست بيت شاطرة وعندك المعطر او الدوني اللي احنا بنغسل بيه الهدوم، ممكن تحطي رشة صغيرة من الدوني او اي معطر عندك ريحته حلوة وجميلة. بترشي رشة صغيرة عليها. وبتبتدي بقى ان انت تجيبي كمان البيكنج باودر، وترشي نص الكيس عليها. في الوقت ده طبعا بتكوني بتغلي المية على النار، بتملي بس ايه حوالي مثلا شفشق ولا حاجة علشان تغطيها بس بالمية، وتسيبيها تتنقع معاكي لمدة نص ساعة يا جماعة. نص ساعة كفيلة ان هي تطلع لك كل الاوساخ اللي في الشرشوبة. وكمان هتطلع لك كمان وتخلي ريحتها حلوة وجميلة. وهتسيبيها طبعا تنشف في الشمس. لازم كده تشمس لحد ما تنشف، هتبقى ريحتها كويسة جدا ومش هتعمل اي ريحة خالص معاكي. جربي الفكرة دي، كل مسحة او اتنين تعملي الفكرة دي. مكونات من البيت، وهتوفري فلوسك وهتوفري ان انت تشتري كل مرة كل مسحة مثلا هتشتري واحدة جديدة وكده. لا دي كده هتوفر لك فلوس كتيرة. وانتوا زي ما انتوا شايفين المية بالوان لونها بيتغير اهو زي ما انتوا شايفين، معنى كده ان هي بتنضف وريحتها هتبقى جميلة. لو الفكرة عجبتك ما تنسيش اللايك الحلو منك وما تبقيش بخيلة. ولو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتنوريني وتكتبي لي في الكومنتات من اي بلد بتتابعيني. وده شكلها النهائي بعد ما نشفت معايا زي ما انتوا شايفين. عرضتها للشمس ولمدة يوم كامل ونشفت معايا وريحتها جميلة جدا. جاهزة بقى ان انت تمسحي بيها وتبقى زي الفل.